إدارة نادي الهلال السعودي وبأوامر من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بدأت كتتحرك بقوة في الميركاتو الصيفي باش تجيب حارس مرمى جديد قبل ما تسد فترة الانتقالات، رغم أن عندهم الدولي المغربي ياسين بونو. الهدف هو يعزز الصفوف ديال الفريق استعدادا للموسم 2025-2026 اللي غيكون عامر بالتحديات. المركز ديال الحراسة كيبان من الملفات السخونة اللي بغاو يحسموها بسرعة، خصوصا حيت بونو قريب يمشي يلتحق بالمنتخب المغربي اللي غادي يشارك في كأس افريقيا اللي غادي يدار في المغرب ما بين 21 دجنبر 2025 و 18 يناير 2026. الأهمية ديال هاد الصفقة كتكبر حيت الدولي روشن السعودي غادي يكمل حتى في فترة كأس افريقيا، يعني الهلال غادي يلعب بزاف ديال الماتشات المهمة بلا بونو، وزيد عليها غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي نفس السبب. ممكن يوصل عدد الماتشات اللي غادي يفقد فيهم الهلال نجومه لتسعة في مختلف المسابقات. إنزاغي مع الإدارة باغين يتفاداو أي مشكل يقدر يخلخل توازن الفريق، خصوصا وأن الفريق عنده بزاف ديال المشاركات هذا الموسم، دوري روشن، كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة. وحسب الصحافة السعودية الهلال كيدرس مجموعة ديال الأسماء المحلية لتعويض بونو، ومن أبرزها أحمد الكسار حارس مرمى نادي القادسية. إنزاغي كيتمنى هالتحركات تجيب تعزيزات قوية باش الفريق يبقى واقف مزيان ويمشي بعيد في البطولات ويفرح جماهيره اللي ديما كيبغيو الألقاب. وكيتبين أن بونو هو أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي، وعقده مع الهلال غادي يسالي في صيف 2026، ولكن الإدارة باغية تزيد تمدد معاه حيث بصم على مستوى كبير خصوصا في كأس العالم للأندية اللي تدار في ماريكان.